ضابط جيش بيجمع البنات اللي في الجيش عشان يعرف مين فيهم اللي حامل، عشان عندهم غلط ان بنت في الجيش تحمل، عشان كده مش هتعرف تقضي مهمتها كويس. وفي الاخر بيكتشف ان البنت دي اللي حامل وبياخدوها على المكتب، ولا انت عارفه ان ما ينفعش بنت تحمل، وبتقول لهم مفيش القوانين دي انتوا بتالفوا. ساعتها الاتنين بيتعدوا القوانين وبيحاولوا انهم يتعدوا على البنت، والبنت بتضربهم هما الاتنين وبتهرب، والظابط بيتعصب وبيوعد انه هيحبسها. بعد كده لما كانوا بيضربوا البنات في الجيش برضه بيكون نظرتهم وحشه وبيضايقوا البنت دي، والبنت بتعيط وبتكون مش عارفه هتعمل ايه، وبتجيلهم بنت وبتقول لهم وزيره الجيش في المكتب وعايزاكم، وبيروحوا على طول يشوفوا عايزه ايه، وبيلاقي ان البنت كانوا بيحاولوا يتعدوا عليها، والظابط بيزعق معاها وبيقول لها انت اتجننتي، انت بتعملي ايه في مكتب الوزيره؟ ساعتها بتعرفوا منها الوزيره وبتوعدهم انها تحبسهم، وبيطلع انها عملت نفسها جندي في الجيش عشان في بنت راحت لها واستنجت بيها، وبتقول لها ان الظابط دايما مضايقني فعملت كده عشان تتاكد من كلامها، وبتقول لهم وعدي مني بشرفي انا مش هخليكم تشوفوا شارع تاني. وفعلا البوليس بيجي وبيقبض عليهم.